سلام. طبخ مو جاي عبالي اطبخ، لهيك قررت اعمل شغلة سريعة ما بتاخد معي كتير وقت. شغلة تحضيرها اخد معي تقريبا 10 دقايق، مو اكتر من هيك. لبن بس فرمت شوية بقدونس هالقد، وفرمت نص بصلة بس كتير ناعمة بدي اياها. عمل لكم كباب منزلي، مو ضروري يعني نشوي ونشغل منقل. خلص على السريع. وهون عندي تقريبا نص كيلو لحمة، ومحتاجة ملح وفلفل اسود. هلا اللحمة اذا كان مهبرة عندكم مدهنة عفوا، ما أنا محتاجة أي شي. أما إذا جبتوا لحمة هبرا يعني بدون دهنة، حطوا له شوية زيت أو زبدة أو سمنة اللي بدكم إياه يعني. وهون أنا قطعت بصل وبندورة وفليفلة مثل ما انكم شايفين. بندورة قطعتها 4 قطع، الفليفلة تركتها مثل ما هي لأنه عندي صغيرة بس شلت الراس تبعها. وبصل قطعت هون بصلة ونص بهذا الشكل. هلا رح احط البقدونس والبصل فوق اللحمة. هلا اللي عنده ماكينة لحمة طبعا يعني اسهل له، فرن بيطحنهم مع بعض. واللي ما عنده فهي انا اللي ما عنده ماكينة لحمة عم ساويها طريقة بالايد. مو ضروري يعني تكون موجودة كل المعدات بالبيت لحتى يقدر الواحد يعمل الحاجة من الاختراع. فهلا رح ادعكم كتير منيح. اول شي رح احط لهم كمان شوية فلفل اسود وشوية ملح وادعكم. انا قلت لكم انه هي فيها شوية دهنة، ماني جايبتها لحمة هبرة على الحل. وشوية رشة حمراء، رشة فلفل حمراء، بابريكا يعني رشة صغيرة بس. طبعا هي اختيارية يعني مو ضرورية، بس كمان تعطيها طعمة طيبة. اذا بدكم طعمة كباب على اصوله مثل اللي بتاكلوها بالمطاعم، هي ولا شي تاني، ولا شي تاني تحطوا فيها، بس بصل وبقدونس ورشة فلفل اسود وملح وشوية بابريكا اذا حابين. السياخ اللي عندي موجودة رح شيل بايدي بهي الطريقة كمشة لحمة وبعملها هيك. هلا اذا لزقت اللحمة، اذا صارت تفرط معكم اللحمة، انتو فيكم تحطوا شوية مي على ايدكم وتساووها بهي الطريقة. وهي اول سيخ صار عندي جاهز. دايب يعني كتير دافية، فبرجع بقلكن او عم تفرط بايدكم بس حطوا لها شوية مي. ايدكم حطوا صحن او زبدية ولكي ايدك بالمي وكبكبيها، ما بدها شي تاني. اسهل من هيك طريقة ما في. هلا اذا بدك اياها مثل كأنك عم تاكلي طعمة مشاوي، فحمي على الغاز وحطيها بس يستو. حطي الفحم، حطي لها شوية زيت، غطيها بأي شي عندكم. صينية ممكن على قد هي الصينية، على قدها حطيها فوق أو خليها تطبخ كأنك عم تاكلي مشاوي. على فكرة كتير طيبة، جربوها. وهلا أنا هيك خلصت الكمية كلياتها، طلعوا عندي 9 سياخ. هلا راح احط مثل ما قلت لكم رشة فلفل اسود ورشة زيت للبندورة والبصل والفليفلة. واذا مثل ما قلت لكم اذا اللحمة عندكم حمراء بدون دهنة حطوا لها كمان شوية زيت مشان ما تطلع معكم ناشفة او مقرمدة. وهي ملح، حط لهم شوية ملح. وهلا رح دخلهم على الفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت. شغلة ساعة ما في ساعة على الأغلب. اللحمة ما بتستهلك معي، بس البندورة والبصل بدون شوية وقت. لهيك أنا هلأ بالضبط رح أكتب لكم آخر شي بالفيديو، أو ممكن لكم قديش أخدوا معي وقت. فهاي غدوة سريعة يعني بتاخد معي شغل مثل نص ساعة أكتر شي. يعني هلأ معقولة نعمل كباب أو فروج مشوي بدون ما نزين الصحن؟ مستحيل. جيبوا لكم خبزتين المحمرة السورية. وبدي احط هون
شوية دبس فليفلة. اصلا اخر معلقة دبس فليفلة عندي طبعا عندي بالفريزر تحت، يعني شغل امي الله يخليك لها. فراح احط نص المعلقة هون ونص المعلقة الثانية هون. خلونا ندهنهم على الصينية على الخبزة كلياتها. رح ادهنهم اثنين هلا، وبعدين بدي احط شوية دبس بندورة، وكمان رح ارجع ادهن الخبزة فيه. ادهن الخبزة فوق دبس الفليفلة كلياتها. وهلا بدي احط شوية زيت على التنتين كمان ادهنهم. هلا لا حدا يحط مو لحدا يحط ملح. انا بصراحه ما رح احط ملح لانه عندي دبس الفليفله شغل ايد، واكيد هي فيها كتير كميه ملح، فاذا حطيت ملح رح تطلع مالحه الخبزه. فلهيك انتو اذا دبس الفليفله جايبينه جاهز، او يستحسن انكم تذوقوا الملح تبعه بالاول. اذا ما له مالح فيكم تحطوا لكم رشه ملح هون على كل خبزه، يعني كمان لا تكتروا. فهلا انا رح ادهنهم كمان بالزيت، وراح احط بس رشة نعناع يابس، مو اكتر من هيك، يعني ما بدي هن شي غير دبس فليفله ودبس بندورة وشوية زيت وشوية نعناع يابس. هيك اللي عندي بالبيت بحبوها، فانتو كل واحد هو والمحمرة تبعيته، طريقته بالمحمرة يعني. هلا خلصنا الفيديو. اذا عجبكم فوتوا على اليوتيوب واشتركوا بالقناة، واذا انتو على اليوتيوب حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وإذا ما عجبكم الفيديو بنرجع نعمل فيديو جديد. كلمتي الشهير. يلا سلام، نشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. وهلأ شوفوا الكباب هون عندي حاجته مشان ما تنشف معنا. رح شيل الكبابات واترك الخضار إسا بدها شوي. وهي الخضرة هيك حاجتها عندي، وهي المنظر النهائي. اعطوني رأيكم. وعلى فكرة الطعم كتير رهيبة. راح اورجيكم انه اللحمة مستوية من جوا. شفتوا؟ طصوها هيك شوي بهالزيتة وجربوا. والله اطيب، والله اطيب. جربوها ما رح تندموا. واعطوني رأيكم بالتعليقات.